زيارة لوفد كويتي بعد انقطاع 8 سنوات، وشو النقاط اللي تم مناقشتها خلال هاي الفترة، وشيء بخص أكيد العمال؟ بداية يأتي زيارة اتحاد عمال الكويت مشكورين على هذه الزيارة كأول اتحاد عربي يزور سوريا بعد التحرير، وهذا يأتي ضمن سياسة الاتحاد العام لنقابات العمال في انفتاحه على العالم العربي أولا ثم على العالم الغربي لإيصال صوت العمال على كافة أنحاء العالم. الأمر الآخر أهم النقاط التي تم التناقش فيها وتم عرض الواقع النقابي الموجود في سوريا، أيضا يعزز نقل رؤيتنا بتعزيز الحرية والاستقلالية النقابية التي يتمتع فيها الاتحاد العام، وهذا لم يكن ليحصل لولا أيضا تبني الإدارة الجديدة لاستقلالية العمل النقابي والتزامها باتفاقيات العمل الدولية الموقعة عليها الجمهورية العربية السورية التي كانت سوريا جزء منها في المراحل أو في السنوات الماضية. كما تم التناقش عن واقع العمال الموجودين في الكويت. كما تعلمون عمال سوريا هم الآن منتشرين على كافة أرجاء العالم وأصبحوا أرقاما صعبة في اقتصادات الدول العربية والأجنبية، فكان لزاما علينا نحن كصوت عمالي موجودين في المنطقة العربية أن نتناقش بهذا الخصوص ونضع رؤية للإحاطة ومواجهة الصعوبات التي يعانيها العامل السوري سواء في بلدان الخليج أو في البلدان الغربية. ما هي الخطوات القادمة؟ الخطوات القادمة مؤتمر إقليمي إن شاء الله قريب على مستوى وزراء الخارجية ووزراء العمل بتاريخ 16 الشهر تستضيفه منظمة العمل الدولية في العاصمة السورية دمشق، ويعتبر هذا أهم مؤتمر سيعقد لمناقشة أمور العمال على مستوى دول الجوار التي تستضيف أكبر عدد، أنا ما أقول لاجئين سوريين، فاعلين سوريين في الاقتصادات. ستحضر فيه تركيا إن شاء الله، وتركيا والأردن والعراق ودول الجوار تركيا والأردن والعراق ولبنان، وأيضا ستستضيف معنا مصر. كما تعلمون لدينا عدد عمالة كبيرة موجودة في مصر. سيتم وضع رؤية واضحة لعالم العمل أو النقاط الأساسية لإيجاد أفكار لتسهيل عودة العاملين الفاعلين إلى سوريا وتأمين فرص عمل لهم ووضع برامج تدريبية لهم إن شاء الله. طيب قديش مهمة هي الخطوة بالمرحلة اللي تمر فيها سوريا؟ الخطوة الأهم بهذا الموضوع هو تسهيل دمج العامل السوري الذي هو أصبح في دول الجوار. كما تعلمون سوريا اليوم تعاني من تفاوت بعالم العمل، فالعامل السوري الذي تدرب على أساليب وأنماط عمل في الدول الغربية أو حتى في دول تركيا، في دول مثل تركيا أو حتى في دول الخليج، هو مارس أنماط عمل أكثر تقدما، كون تلك الدول كان لديها انفتاح على العالم وعلى الذكاء الصناعي. فبهذا المؤتمر إن شاء الله نعمل على تقريب الفجوة ما بين العامل الموجود في الخارج والعامل الموجود في الداخل. ربما سيكون من أهم المخرجات الموجود فيها في هذا المؤتمر هو وضع برامج تدريبية، خلق فرص عمل ضمن اتفاقيات أو مذكرات التفاهم التي عقدت في المرحلة الأخيرة لترميم واقع العمال الموجود في سوريا. ناصر فلاح العازمي، السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت. بداية زيارتنا احنا في الاتحاد العام لعمال الكويت لاتحاد عمال سوريا هي زيارة خوية، هي زيارة لدعم الاتحاد عمال نقابة سوريا. الأول أو بداية لأن الاتحاد عمال سوريا هو ركيزة من ركائز العمل النقابي في المنطقة العربية، وله دور بارز وفاعل وأساسي في هذه المرحلة القادمة. زيارتنا هي لتبادل الخبرات، لتكثيف الجهود، لعمل ورش عمل، لتطوير خبرات العاملين في القطاع الخاص والقطاع الحكومي. فهذه تقريبا تتجه بهذا الاتجاه.
محمد عبد الله العرادة، مستشار الاتحاد العام لعمال الكويت ورئيس مكتب العمالة الوافد. ما هو تقييمكم لهذه الزيارة؟ والله قبل تقييمي لهذه الزيارة أنا عندي رسالتين لكم كصحفيين. نعم. الرسالة الأولى أنكم تحرصون على إبراز دور سوريا الجديدة بالشكل الجميل اللي شفناه من أمن وأمان وترحاب كبير لكافة الوفود العربية أو الدولية. هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية أنكم تكونون صوت للعمال في المستقبل وسند للاتحاد العام لعمال سوريا في المستقبل عشان توصلون مطالبه وتوصلون طموحاته لكافة العاملين. الزيارة هذه بالنسبة لنا كاتحاد عام لعمال الكويت هي زيارة تاريخية، نفخر ونعتز بأننا أول اتحاد عربي دعم اتحاد عمال سوريا بهذه الزيارة، وأيضا أول اتحاد عربي وقع بروتوكول تعاون في إبريل الماضي ضمن أعمال مؤتمر العمل العربي